للقيادة السياسية، ثانيا للشعب المصري في ظل هذه التحديات التي تمر ببلادنا وبسائر أنحاء الوطن العربي في هذه الأيام؟ والله طبعا انا بتكلم مع بواجه القياده السياسيه تهنئه ومن قلب للقلب. بنقول لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بان الشعب المصري، واحنا زي ما انت شايف كده كل محافظات مصر ممثله، احنا خلفك. مش عايز اقول لك احنا امامك سياده الرئيس ومؤيدين لك في كل قرارات بتحمي فيها الشعب المصري، بتامن فيها الشعب المصري. الحقيقه بدا الشعب المصري يشعر بالامن والامان بعد الاحداث اللي شايفها حوالين الدول العربيه وما يعني مرمور به من خراب وتدمير. بدا يشعر بان الرئيس فتح السيسي كان سابق عصره في التفكير في زياده التسليح وتقنيه التسليح بمستوى راقي جدا، وكان كانه يعلم ان الايام اللي جايه اللي قوي والعافي هيحيا بلاده ده بدا يشعر به حتى ان اخواننا بتوع المتطرفين الموجودين في منظر الدائره كانوا بيحاولوا يقولوا يعني كان لزوم ايه التسليح ده كله. كنا نجيب اكل وشرب طبعا حد قال لك الشعب ده الشعب بيستضيف 15 مليون يعني موجود هنا. مش عايز اقول لاجئ ولا حاجه، يعني الاخوه لينا موجودين معانا، ومع ذلك مصر لم تشعر بالنهايه معانا. يعني انزل في العتبه في موسكو تلاقي الدنيا في يعني يقول لك بس نجيب جاي اكل وشرب لان مصر يعني ما فيهاش اكل. لا مصر الحمد لله بخير. ومن هنا احنا بنقول الرئيس الشعب المصري هنا بنبايعك في كل القرارات والحفاظ على الامن المصري والدول العربيه. يعني احنا بشعر بان الرئيس بيقول احنا ملزمين بالتامين الصومال. اعمل الصوت ده يا ريس. جيبوتي، اريتريا، الدول العربيه في الخليج حتى زي غزه، قطاع غزه الوحيدين اللي بيبعتوا حتى هذه الساعه الاغاثه والناحيه اللوجستيه لقطاع غزه هو مصر. تأمينين 90% من كل ما هو يدخل لقطاع غزه داخل مصر. عشان تعرف ان مصر طول عمرها معطاءها، وهي فعلا مصر الدنيا دي حقيقه. أخيرا سيادة اللواء، دي كانت رسالة سيادتك ورسالة الحملة إلى القيادة السياسية الممثلة في شخص القائد والأب والزعيم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما بالنسبة لرسالة الحملة الوطنية لدعم رئيس الإعلام السياسي إلى جموع الشعب المصري في سائر محافظات مصر. أنا جموع الشعب المصري وكل أعضاء الحملة في مصر كلها، الإشاعات الحقيقة الفترة اللي فاتت دي انتشرت بشكل كبير جدا، وبتحاول يعني تحبط القيادة السياسية. الإشاعات عمالة على بطال، الكلام ده غير صحيح ولا تستمع الاشاعات، ولا العكس هاجم هذه الاشاعات وانفيها ان هي غير صحيحه. خد بالك مصر بخير والقاعده بخير وشعبها بخير، قيادتها سواء العسكريه الجيش او الشرطه او القضاء او الاجهزه السياديه زي القوات العامه، القوات الحربيه والامن الوطني، كل دول بيأدوا اداء راقي جدا. فالاشاعات يجب ان الشعب المصري هو اللي يقتلها في اهدافها، لكن لا يستمع. الايام دلوقتي في زي ما انت شايف كده في مشاكل في جنوب لبنان، في مشاكل في قطاع غزه، في مشاكل في جنوب السودان، مع ان السودان بدا يتعافى. وشفنا قد ايه السودانيين بداوا يعملوا احتفالات ان هم هيعودوا ان شاء الله قريبا لبلادهم، وده شيء كويس، شيء محمود يحسب للقياده السياسيه في مصر. ان ازاي هي ساعدت الجيش ان دايما بيتعامل مع الجيوش ومع الدوله وليس الميليشيات. مصر تعاملت مع الجيش السوداني وخليته يسيطر على خرطوم وكل القرى المدن السودانيه، وبالتالي من هنا بدا نشوف السودانيين حتى نفسهم مبسوطين جدا لعودتهم قريبا الى البلد. سيادة اللواء دكتور فوزي رمضان، في نهاية لقائي مع حضرتك بشكر حضرتك جدا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب، ودايما نجتمع تحت هذه الراية الوطنية، الحملة الوطنية لدعم رئيس الإعلام السياسي. نقول للشعب المصري كل عام وأنتم بخير. شكرا يا فندم. أنا سعيد بيكم ويتوفق معايا. شكرا.